السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا احلى جمهور نادي الزمالك. مباراة النهارده مباراة زد اللي خلصت بالتعادل الايجابي 1-1 لنادي الزمالك. المباراة دي يستحق فيها نادي الزمالك المكسب. والله العظيم الزمالك قدم مباراة على اعلى كواليتي. فعلا جوميز ده دماغه كده سم، وشكله هيظبط الفريق، وشكله هيعمل فريق من نادي الزمالك كويس جدا. ولو كنا شفنا كمان الجعفري هيكون لعيب كويس جدا مع نادي الزمالك، بالذات لان المكان ده كان محتاج حد فيه بدل احمد السيد زيزو. خاصة لو احمد السيد زيزو راح الجنب التاني والجعفري ده لعب في الجنب ده، الزمالك هتعمل احلى مباراة ممكن تشوفوها. شفتوا احمد الجعفري ده في كورة واحدة بس قدر يخلق فرصة، لو كان احمد السيد زيزو تمكن منها برجليه اليسرى كانت في الشبكة. بس هو مفيش نصيب، مفيش حظ مع نادي الزمالك. نادي الزمالك كويس جدا. واحد يقول لي بقى طب الدوري وظروف الدوري وايه اللي هيحصل؟ انا طبعا في الفيديو ده اوريكم كل حاجه حتى ترتيب الدوري بعد مباراه زد ونادي الزمالك. نادي الزمالك اللي قدم مباراه عاليه جدا. بس عايزين بقى حته كده، اللي هو الزمالك فعلا كده هيروح افريقيا؟ يا جماعه افريقيا بتتاخد من الدور الاول. طب الدور الاول خلاص بقى فيه متوشه؟ لا، مفيش اكتر من ان هو يوصلك الدور الثاني. كده بالنسبه لك ان نادي الزمالك مش هيروح افريقيا السنه دي. انا بقول لكم كده خلاص تاكيدا ان الزمالك هيروح افريقيا، بس هيروح الكونفدراليه مش دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. لو الزمالك شد حيله هيروح دوري ابطال افريقيا؟ لا، هيروح ايه؟ الكونفدراليه. طيب يا جماعه، الزمالك قدم مباراه كويسه. الزمالك كان محتاج يظبط الفريق ده من قبل كده، من اول الدوري من بدري جدا، لان الزمالك فرط في مباريات هو ممكن كان هيبقى التوب. كنا بنشوف بيراميدز كانت بتخسر، وكانت الاهلي بتخسر. كانت الاهلي الزمالك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخسر برضه. الزمالك كانت الاهلي بتتعادل، بيراميدز تتعادل، وخلاص اتدمروا الاثنين، واحنا في ايدينا ان احنا نصعد وفي ايدينا ان احنا نركب الدوري. كانوا بينزلوا ويهبطوا، واحنا برضو معاهم. كنا بننزل وبنهبط، بنخسر زينا زيهم بالظبط. كأن الاهلي كانت تدينا الهديه واحنا كنا بنرفضها. فده يعني والله سوء حظ. بس معانا مدرب دماغه كويس، معانا مدرب قدر يمسك نص الملعب. احنا كنا شايفين نادي زد بيعمل ايه جوه دايرته، ما بيطلعش منها، ما بيطلعش منها. حتى طرد لشحاته ملهوش اي لازمه. وكمان في تعقيبه ان في ضربه جزاء جت في ايد اللاعب، ولا الحكم شافها ولا حتى الفار شافها. كلنا عارفين لو الحتة دي كانت عند نادي تاني كان ايه اللي هيحصل؟ كان في فار هيرجع غير حكم المباراة اللي في الملعب، كان هيحسبها من الأول. والله العظيم بنشوف فضايح كده في الدوري المصري، بس يلا هنعمل ايه؟ هو ده الدوري اللي احنا محطوطين فيه. ونادي الزمالك دايما كده، دايما الزمالك محطوط في دايرة الظلم. طيب يا زملكاويه، يلا نشوف بقى ترتيب الدوري بعد مباراة الزد ونادي الزمالك. ترتيب الدوري مباراة زد ونادي الزمالك: القمة للنادي الأهلي في الخانة الأولى، رقم واحد النادي الأهلي 36 نقطة، يليه بيراميدز ب36 نقطة ولسه ليه مباراة. يعني بيراميدز لسه ليها مباراة، إذا كسبت هتكون 9 نقاط، 39 نقطة، والأهلي هتكون 36 والزمالك 29 نقطة في المركز الثالث. المصري 27 نقطة والبنك الأهلي 26 نقطة. حرس الحدود في المركز السادس ب 22 نقطة، المركز السابع فاركو 22. سيراميكا في المركز الثامن 21، وطلائع الجيش في المركز التاسع 21، وزد في المركز العاشر 20 نقطة. 11 يليه بوتروجيت في 19 نقطة. ال 12 اتحاد السكندري 18 نقطة، وسموحة 13 ب17 نقطة، وال 14 الجونة ب16 نقطة، وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي وفيوتشر دول في آخر الدوري. يبقى احنا كده الدوري هينتهي. يعني كده بيراميدز هتبقى في القمة، والأهلي هتبقى في القمة. كلنا في العشر الأوائل هنلعب على الدوري. هنلعب في الدور التاني 10 ماتشات متقسمين، أقل بقى من 10 ماتشات كده لكل فريق، ويا تكسب الدوري يا تخسر الدوري. كلنا ما كناش باصين للدوري. انا كواحد زملكاوي والله ما باصص للدوري. كل اللي انا كنت عايزه كان نفسي نروح دوري ابطال افريقيا، بس هو ده النصيب، وهو ده كان قدامك تعمل كده. كان قدامك تعمل كده، واللعيبه كانت قادره تعمل كده، بس ما تعرفش ايه اللي بيحصل، ما تعرفش فين الروح دي. دايما بنحس في نادي الزمالك ان الروح بتيجي في الاخر. يعني انت ممكن الزمالك ان شاء الله يفاجئنا في الدور الثاني، بس الدور الاولاني ده لو كنا ركزنا فيه كنا هنروح افريقيا. شايف الزمالك عمل اللي عليه واكتر، وكل المشكله انه مفيش حظ. لحد هنا وصلت لنهايه الفيديو. متنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.